افضل رياضه لحرق دهون البطن، الجري ولا المشي السريع؟ اول حاجه المشي والجري الاثنين بيحرقوا دهون، بس كل واحد ليه طريقته وليه وقت بيبان فيه اكتر من التاني. اول حاجه الجري زيه زي ضرب النار بالظبط، سرعه ومجهود ونبض بيعلى وحراره جسمك بتطير لفوق. ده معناه ايه؟ معناه انك في الدقيقه الواحده بتحرق سعرات اكتر بكتير من المشي. تعال نبدا في الاول على مميزات وعيوب الجري. بيحرق سعرات اكتر في وقت اقل، بيعلي اللياقه البدنيه بسرعه، وبيرفع هرمون السعاده بشكل كبير، بيشتغل على عضلات الرجلين اكتر. اما عيوبه بقى فبيضغط على الركب وبيخليك تتعب بسرعه، وشبه مستحيل انك تكمل عليه فتره طويله خصوصا لو لسه مبتدئ. تاني حاجه المشي، وميزه المشي ان مفيش نفس بيقطع وتقدر تمشي وقت طويل وانت تمام. وهنا الفكره، لانك تقدر تمشي وقت اطول وبيساوي مجموع الحرق في الاخر بيبقى عالي جدا. وعلى راي المثل قليل مستمر خير من كثير متقطع. ولو هنتكلم على مميزات المشي فهو مناسب للجميع، حتى اللي وزنه عالي او رجله بتوجعه تقدر تمشي ساعه بسهوله، والضغط هيبقى قليل على المفاصل، وبيساعد على حرق الدهون اللي بتتخزن تحت الجلد ببطء. عيوبه بقى انه بيحرق سعرات اقل في الدقيقه، محتاج وقت اطول عشان تشوف النتيجه. طب نيجي للسؤال، مين اللي بيحرق سعرات ودهون اكتر؟ لو هنتكلم في الدقيقه الواحده فالجري يفرق، ولو هنتكلم على مدار اليوم المشي يكسب لو عملته مده اطول، ولو هنتكلم على حرق دهون الجسم فالمشي افضل، لان نبضك بيبقى في المنطقه المثاليه لحرق الدهون اللي هي اسمها فات بيرنينج زون. الخلاصه عشان تريح دماغك، لو انت لسه بتبدا فابدا مشي سريع من 30 ل 60 دقيقه، ولو عايز تحرق دهون كتير في وقت قليل اجري من 15 ل 20 دقيقه، ولو وزنك عالي او ركبتك بتوجعك او لياقتك قليله فامشي الاول. واقول لك على نصيحه كويسه، لو بتمشي على مشايه ممكن ترفع الانكلاين 10 درجات عشان ده بيزود معاك نبضات القلب وبيزود حرق الدهون. الاثنين بيخسسوا والاثنين بيحرقوا، بس كل واحد بطريقته. لو عايز نصيحتي ابدا بالمشي واحده واحده، ولما لياقتك تعلى شويه زود سرعه المشي واحده واحده، يعني يوم مشي يوم مشي سريع يوم جري خفيف وهكذا. ممكن تعمل ميكس في نفس اليوم، تمشي سريع شويه وتجري خفيف شويه، وهتشوف جسمك بيتغير واحده واحده من غير ما تموت نفسك من الجري. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وهتستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.